لم تصدق ميادة كيف اجتازت الحدود مع أهلها ونجت من نيران الطائرات في السماء وحكم السيف على الأرض، ولكنها سعيدة جدا لابتعادها عن تلك البقعة التي تحولت لسجن جدرانه من نار، ومع ذلك تبقى روحها معلقة بتلك البقعة. وما يخفف حزنها هو تنفيذ والدها لكلامه بالإقامة في ماردين قبل أن يغادروا حلب، لأن أصوله من ماردين، ففيها نصفها الآخر حسان صديقها في كلية الهندسة المدنية في حلب، حيث تعرفت عليه في السنة الأولى، وتطورت علاقتهما إلى حب لا يمكن التراجع عنه. اضطر حسان لترك الجامعة في السنة الثالثة كونه كان مطلوبا من الأمن، وغادر الوطن قبلها بستة أشهر وسكن ماردين، لأن ميادة أخبرته بأنهم سيأتون إليها إن حالفهم الحظ بمغادرة حلب. وتحمل ولا زال يتحمل وقاحة صاحب مكتب الترجمة الذي يعمل لديه وبراتب زهيد فقط لأجل عينيها، فقد كان يعد الأيام التي تمضي بطيئة وهو بعيد عنها. كم يكون الحب جارفا وعنيفا عندما يعشعش في القلب. هناك على مقاعد حديقة الجامعة كان الوقت يمر كالبرق عندما يجتمعان، وفي أيام العطل لم يكن يريد أن ينقضي، وفرص اللقاء بها كانت نادرة. فوالدها رجل صعب وبخيل، كان غنيا، ولكن عندما تكون النفس وضيعة لا تشبعها كنوز العالم. فقد كان حسان يلاحظ ملابس حبيبته وهي تلبس الثوب الواحد لمرات عديدة بخلاف صديقاتها، ويعاني من عنادها برفضها أي هدية منه تحتوي على الثياب. يبدو أنها ورثت العناد من والدها. كذلك رفضها كان ردة فعل على والدها. كل هذا لم يعد مهما، وقد اجتمعا بعد أسبوع من وصولها في أول فرصة اغتنمتها بخروج والدها من البيت بحثا عن عمل على العشب. وفي نهاية الحديقة بعيدا عن الأنظار يجلس الاثنان متقابلين متشابكي الأيدي، وشرارات الشوق تقدح من عينيهما. يأخذ حسان نفسا ليقول: هل تدرين، لا زال عطرك يلاحقني، ما نسيت يوما رائحتك وطيفك اللذين كانا يلفانني بالصبر. ما كنت أريد النوم إلا أن تأتيني فكرة مجيئك في الصباح وسماع خبر وصولك. حضورك فقط يخفف حزني على دراستي الضائعة ووطني الغارق في الدم. وجودك لا يشبه إلا مجيء الربيع والنسيم والمطر، وورودي لا تفتح إلا بمجيئك، أيا شريكة الروح وأميرة القلب. هنا تتورد خدود ميادة ككل أزاهير الربيع لتقول: أيا بهجة النفس، بوجودك أنسى كل تلك الظلمة التي عشتها بين الخوف والقصف والحصار. وجودك يبهرني، يحولني فراشة لا تشبه إلا روحك الطيبة، ولا تشرب إلا من رحيق ورودك. فلا تبتعد عني ثانية، فالبعد يطحن روحي. لا بعد بعد اليوم، يجاوبها حسان، فقد جمعت بعض المال مهرا لك، وخلال أسبوع واحد سأتقدم لخطبتك والبيت جاهز. يمضي الاثنان وقتا لا بأس به، يعبر فيه كل منهما عن شوقه للآخر، لتستأذن ميادة بالعودة إلى البيت قبل مجيء والدها. تودعه وفي قلبها آلاف الكلمات التي لم تقلها. في اليوم التالي تعرف حسان على شورش الذي جاء إلى المكتب الذي يعمل فيه من أجل ترجمة بعض الأوراق وتقديمها للوالي كي تأتي أمه للعلاج، لأن الكثير من الأطباء غادروا الوطن وبسبب النقص الكبير في الأدوية. إن موافقة الوالي تعني دخول أمه إلى تركيا من معبر الدرباسية، وهو المعبر الوحيد الذي بقي مفتوحا بين محافظة الحسكة وتركيا. كان شورش على عجلة من أمره كي تمشي الأوراق، ولم يكن يعلم بأن والدته ستدخل من المعبر بعد عامين من تقديمه الطلب. يقول أحد موظفي الولاية المسؤول عن تلقي الطلبات إن سبب التأخر في القبول هم السوريون أنفسهم،
فقبل ذلك كان المريض يدخل من المعبر بعد تقديم الطلب بأيام قليلة. أما الآن فحتى مريض السرطان لا يقبل طلبه وإن تمت الموافقة، إذ تكون بعد فوات الأوان. فبعض السوريون فبعض السوريين يقومون بإدخال الممنوعات في حقائب الداخلين، وبذلك يتضرر الجميع. يعود شورش إلى المكتب بعد أن قدم الطلب، لأن حسان أصر عليه بالعودة كي يشربوا الشاي سوية. وبينما يتبادلان أخبار الوطن وهما يشربان الشاي على الرصيف المقابل للحديقة العامة، شاهدوا تجمعا للناس عند مركز توزيع المعونات الواقع في الحديقة، وسمعوا أصواتا عالية، خاصة أصوات النساء. يقول شورش لصديقه الجديد: هل تعلم بأنني لم أذهب إلى هذا المركز سوى مرة واحدة؟ وسألتهم حينها إن كان يحق لي الحصول على المعونات، ولكنهم بعد أن شاهدوا رقمي على بطاقة اللجوء أجابوني بالنفي، لأنهم كانوا قد أنهوا التسجيل منذ شهور، وتوقف التسجيل بعد أن وصل عدد المستفيدين إلى 1000 عائلة في عموم الولاية، علما أن ماردين تأوي حوالي 5000 عائلة لاجئة. والحمد لله إني لا أحصل على المعونات ولا أتعرض لموقف كهذا. أما حسان فلأنه يعيش وحيدا فلا معونات له، ويطلب من شورش الذهاب للمركز لمعرفة سبب هذا التشاحن. ينصدم الاثنان عند الاقتراب والسماع، فإحدى النسوة تقول للموزع: دائما أكون الأخيرة في الاستلام، والأخرى تقول: أنت توزع للصغيرات والجميلات وتعطيهن أكثر. وجاء صوت رجل من بين الحشد يعلن: أنا في عجلة من أمري ويجب أن أذهب للعمل. والرابع والخامس كلهم متذمرون، والموزع يقول بكل وقاحة: أنتم السوريين عيونكم جائعة. حينها لم يتحمل شورش كلامه ليصرخ بأعلى صوته: عار عليك أن تشمل شعبا بالسوء لأجل تصرفات فردية سيئة، ثم إن كل هؤلاء كانت لديهم بيوت وأعمالهم، ولكن لعن الله المتسبب الذي جعل أمثالك يطولنا بالسوء. ثم هل نسيت بأن الكثير منكم كان يأتي لسوريا منذ 30 عاما كما قال لنا الكبار في العمر، وكنتم تحصدون العدس والقمح والشعير مقابل القروش، وحينها كان القرش له قيمته، وكان شعبنا يرحب بكم ويحترمكم، ولكن تبا للزمن. يغادر شورش ويلحق به حسان ليطلب منه الجلوس على طاولة في هذه الحديقة التي تودع الربيع رويدا رويدا. هدئ من روعك صديقي، فهذا مشهد متكرر وكلام متكرر، وقد أصبحت أخجل من هكذا تصرفات. ولكن هذا لا يعني أن يقوم هذا الرجل بإهانة الناس، هكذا يقول شورش هذا الكلام وهو يسحب نفسا عميقا من سيجارته. دعك من هذا ودعني أقول لك شيئا يا شورش. أنا وحيد هنا وأهلي في الداخل، وقد ارتحت لك. أريد مفاتحتك بموضوع. تفضل. أحب فتاة وسأطلب يدها من والدها قريبا، ولا يجوز أن أذهب وحيدا. أريدك معي قبل أن تذهب من يدي. ولماذا تذهب من يدك؟ يسأله شورش. لأنها اتصلت بي صباحا وقالت بأن أحد أقرباء والدها تحدث عنها من أجل الزواج، وهو رجل كبير في العمر لكنه غني، ووالد حبيبتي رجل طماع يضعف أمام الليرة، وأنا إن لم أتزوج بهذه الفتاة فلن أتزوج بأخرى ولا أتصور حياتي بدونها. يقاطعه شورش: لا تفتح جروحي يا رجل، فحتى الآن عندما آتي لأنادي زوجتي يأتي اسم حبيبتي الأولى على لساني، فأكبح الاسم داخل قلبي وأشعل سيجارتي، فكفاك حديثا وخذ رقم هاتفي وأخبرني بالموعد. يشكره حسان ويودعان بعضهما، وكل منهما سعيد بمعرفة الآخر. الموقف الذي حدث في الحديقة أثر على شورش، وبحركة لا إرادية مد يده إلى جيبه وأخرج هاتفه واتصل بأخيه في الداخل ليخبره أنه أنهى معاملة دخول أمهما. لكنه أحس بانكسار كبير في صوت أخيه، فسأله: ما بك؟ وكيف هي الأوضاع لديكم؟
تحول صوت أخيه من الانكسار إلى الهجوم، ومن الضعف إلى القوة، كأنه ينتظر سؤال أخيه: الأوضاع؟ قل الجحيم. نحن نتنفس دون ما حياة، فكل المواد الغذائية غالية، وأنت تتابع ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. والكهرباء لا تأتي إلا قليلا، والمياه تنقطع بشكل مستمر. لا يوجد حليب للأطفال. البارحة رأيت صديقي حسن أمام مركز المعونات، أنت تعرفه جيدا، وهو يصرخ لحد البكاء بأن لديه طفلا حديث الولادة، حليب أمه لا يكفيه، يبكي من الجوع ولا حيلة لديه، وهؤلاء لا يعطون إلا أناسا محددين. يقول لهم: إن مات طفلي فدمه في رقبتكم. تسألني عن الأوضاع؟ لا محروقات، لا كهرباء، لا ماء. يرد عليه شورش بانكسار: على الأقل أنتم تعيشون في الوطن ولا تعانون من اللجوء. كلام شورش أغضب أخاه، فارتفع صوته أكثر قائلا: أي وطن يا رجل؟ أقول لك نعيش في الجحيم وأنت لا زلت تتحدث في الرومانسيات. الوطن الذي لا يحفظ كرامة مواطنيه ليس بوطن. الوطن الذي يفضل القائمون عليه الغني على الفقير والمنافق على صاحب المبدأ ليس بوطن. لو عدت إلى هنا وبقيت ليوم واحد لنسيت هكذا وطن. أقول لك بأن الرضيع سيموت من الجوع، ولا يعطون الحليب إلا للأغنياء. ومن يتوافق مع فكر سلطة الأمر الواقع وسياستها، وأنت تتحدث عن الوطن؟ تصور أن أحد الأصدقاء أخبرني بأن القمل في أكياس الرز لأنهم يكدسونه، بينما غالبية الناس لا تستطيع شراءه، فغالبية التجار لا رحمة في قلوبهم. والله لو فتحوا الحدود لرأيت حتى جدران البيوت تهاجر، فالوضع لا يطاق. اصبر يا أخي، يقول له شورش، وغدا سأرسل لك مبلغا قبل الذهاب إلى العمل، فأنا أعلم بأن أخانا في كردستان العراق عاطل عن العمل منذ شهرين. قال هذا الكلام وأبعد الهاتف عن أذنه، لأنه أحس بأن أخاه خرج من الهاتف لصوته العالي وهو يقول: أخوك عاطل عن العمل وسيبقى كذلك ما دام بهذه العقلية، وكأنه يعيش في عصر الفرسان النبلاء، ولا يريد أن يقتنع بأن الضمير أحرقه الناس بالنار. فهو مهندس ويعلم بأن متعهدي البناء لا بد أن يسرقوا المواد. هو لا يستمر أكثر من شهرين في أي عمل كان، ولا يستطيع أن يصحح المسار لوحده، فلماذا هذا التحجر في التمسك بالمبادئ ونحن نعاني الأمرين هنا؟ دعه وشأنه يا أخي، وغدا سأكلمك. وداعا. يغلق شورش الهاتف ويتوجه إلى سوق الخضار، فهو بحاجة للجلوس مع الأستاذ كي يرتاح من ثقل هذا اليوم الرهيب. حزن كثيرا عندما رأى الرجل ذا القامة الطويلة والشعر الأبيض والثقافة العالية وهو يحمل صناديق الخضار بصعوبة. وكعادة الأستاذ الدائمة يستقبله بالابتسامة ويخفي ما بقلبه من جروح وأحزان. يبادره شورش بالسؤال بعد أن يسلم عليه: إلى متى تظل تحمل الصناديق؟ وليست اختصاصك، وأجرها زهيد. دعنا نعطي الصورة الأجمل عن وطننا بمساعدتنا بعضنا لبعض، بغض النظر عن القومية أو الدين. فضميري لا يحتمل رؤية هؤلاء الأطفال يحملون الصناديق دون أن أساعدهم. يتمتم شورش بينه وبين نفسه: يا لهذا الضمير الذي يعذبك ويجعل من أخي عاطلا عن العمل. يكمل الأستاذ: وبخصوص الأجرة فقد فاتحت صاحب العمل بذلك، وخاصة أن أجرة البيت ارتفعت، وأسعار المواد الغذائية هنا أيضا في ارتفاع، وأنا بانتظار جوابه. ولا أخفي عليك بأنني في ضائقة متى سأحتمل ذلك. يعرض عليه شورش المساعدة، فيرفض الأستاذ قائلا: أعرف وضعك جيدا، ثم أن مشكلتي لا تحل بذلك، بل يلزمني حل جذري. فأنا أتألم جدا عندما أرى عائلتي في أدنى مستوى المعيشة، ولا أستطيع تقديم ما يوفر لأولادي حياة كريمة.
أشعر بالعجز أحيانا كثيرة، وخاصة عندما يرغبون بشيء ولا أستطيع تأمينه لضيق الحال. فتصور إلى أي مرحلة وصلنا. يسكت شورش قليلا، فهو يعلم بأن الأستاذ لا يقبل مساعدة مادية، وإن بقي في هذا السوق فإن وضعه سوف يسوء أكثر، ولن يكون بإمكانه الاستمرار في هذا العمل المجهد. يودعه شورش بعد ذلك وفي قلبه آلاف الغصات.